مرحبا بكم في القناة التي لا يستطيع الجميع متابعتها حتى النهاية. هنا في هذا المكان المظلم نغوص في العوالم المخيفة ونروي القصص التي تجمد الدم في العروق. هنا نسافر بين قصص الرعب الحقيقية، أحداث وقعت بالفعل، شهادات مرعبة، أساطير غامضة، ولحظات لم يكن أحد يتمنى أن يعيشها. وهنا أيضاً ندخل عالم التحقيقات الجنائية، الجرائم الغامضة، الأدلة الخفية، التحليل النفسي للمجرمين، وقصص لا تجد لها تفسيراً منطقياً. هذه القناة مخصصة لعشاق الغموض، لمن يبحثون عن الحقيقة من زاوية مظلمة، لمن لا يخافون من طرح السؤال الأصعب: ماذا حدث فعلاً؟ وهي أيضاً لمن يستعدون لخوض تجربة مختلفة، تجربة تشد الأنفاس من أول لحظة وحتى آخر كلمة. إذا كنت واحداً منهم فمرحباً بك. هنا ندخل العتمة دون خوف. هنا الحكايات ليست للنوم بل للأرق. اشترك في القناة وفعل الجرس واترك العالم الحقيقي خلفك، لأن ما هو قادم أعمق، أظلم، وأخطر مما تتخيل. في أعماق جبال الأطلس المغربية، حيث الطبيعة متوحشة والغياب الكامل للحياة البشرية، خرج سامر مع صديقه إبراهيم لكسر روتين حياتهما اليومي والخروج في مغامرة لم يتوقعا أن تكون بهذه الغرابة. استيقظ سامر في صباح يوم رمادي وهو يشعر بالملل الشديد، ولم يكن يتصور أن ذلك اليوم سيغير حياته بالكامل. وفجأة اتصل به إبراهيم بصوت مليء بالحماس وقال: هل ترغب في القيام برحلة إلى الأطلس؟ لم يتردد سامر لحظة واحدة، شعر بالحماس يتدفق في عروقه، وحزم أغراضه بسرعة وركب سيارة أجرة كبيرة متجهين نحو الجبال العالية التي تغطيها السحب والضباب. كانت الرحلة مليئة بالضحك والحديث الممتع عن مغامراتهما السابقة، ولكنهما لم يعرفا أن ما ينتظرهما أكبر من أي تجربة عاشاها من قبل. بعد نحو 40 دقيقة من الطريق، وصلا إلى قرية صغيرة تسمى العقرب. كانت ملتقى لعدة طرق مهجورة، ومن هناك شرعا يمشيان على أقدامهما بين الصخور والأشجار الكثيفة. وكلما اقتربا شعرا بأن المكان أكثر غموضاً، وأن الهواء يحمل رائحة غريبة تشبه الرطوبة القديمة مع شيء من الكبريت والباردة المخيفة. بعد فترة وصلا إلى مكان مثالي لإقامة المخيم، منظر طبيعي خلاب يتيح لهما رؤية الجبال الشاهقة من كل جانب. قررا أن يقضيا فيه 3 أو 4 أيام، وأعدا خيمتهما وحملا أمتعتهما وجلسا يستمتعان بالهدوء الغريب الذي يحيط بالمكان. لم يكن هناك أي صوت سوى الرياح التي تئن بين الصخور وأصوات الطيور البعيدة التي بالكاد يمكن سماعها. في صباح اليوم التالي استيقظ الصديقان بنشاط وكانا مستعدين ليوم جديد، لكن سرعان ما بدأ صوت الذئاب يقترب شيئا فشيئا. كان الصوت قريبا إلى حد جعل القشعريرة تسري في جسديهما، وزاد شعورهما بالخوف حين شاهدا 3 رجال على ظهور دوابهم. رجال طويلون وجوههم غامضة. واحد منهم رفع يده وقال بصوت جدي وبارد: هذه الجهة غير آمنة لكم، عودوا من حيث أتيتم. حاول سامر إقناع إبراهيم بالرجوع، لكنه رفض، فكان لابد من متابعة الطريق رغم شعورهما بالخطر. وسارا بحذر حتى وصلا إلى كهف واسع والهواء بارد يلسع وجهيهم. قال إبراهيم: هيا ندخل لنرى ما يوجد بداخله. دخل الاثنان ببطء، وسامر توقف أمام الجدران يدرس النقوش، حروف عربية وأخرى أمازيغية، رموز غريبة لم يسبق له أن رآها. وفي حين كان مستغرقا في تأملها شعر بشيء خلفه. التفت بسرعة ولم يجد أحدا، ثم بدأت أصوات غريبة كصوت حديد يجر، كأن أحدهم محبوس يحاول الخروج. قال سامر: إبراهيم،
ألا تسمع هذا؟ فأجابه إبراهيم بهدوء: لا، ربما تتخيل فقط. وفجأة ارتفع صوت مرعب من أعماق الكهف. شعرا بارتجاف داخلي، ركضا بلا وعي، لا يعرفان أن عليهما الهرب. وبعد دقائق من الجري وصلا إلى مدخل الكهف، وما رأياه هناك جعل الدم يتجمد في عروقهما. وقف أمامهما كلب أسود ضخم، عيونه تتوهج في الظلام، ومن خلفه خرجت امرأة ترتدي الأسود من رأسها حتى قدميها. كانت مشيتها غريبة ووجهها غير واضح، صوتها بارد كأنما خرج من عالم آخر. لماذا دخلتما سجن قبيلتنا؟ إن عدتما هنا مرة أخرى ستصبحان أسيرين في سجن دنهاك ولن تخرجا منه أحياء. اختفت المرأة فجأة، وبقي سامر وإبراهيم واقفان عاجزين عن الكلام. ثم حاول العودة إلى المخيم الذي تركاه خلفهما، ولكن وفجأة عاد صوت الذئاب، لكن لم يكن هناك أي أثر لها. كان الصوت قريبا جدا، وكأنه يحيط بهما من كل جانب. وفي الظلام بدأت تظهر ظلال تتحرك فوق الجبال، لم تكن تشبه البشر ولا الحيوانات، بل شيئا آخر، شيء لا يمكن وصفه. شعر سامر بثقل الحقيقة وقال: لقد دخلنا مملكة الجن. واصل الشابان السير حتى وجدا منزلا قديما قريبا. قرر الاقتراب منه لأخذ مأوى مؤقت. طرق سامر الباب ففتح من تلقاء نفسه. دخل بحذر، وخرج من غرفة مظلمة رجل بملامح مشوهة ومحروقة. نظر إليهما وقال بصوت منخفض: ماذا تفعلان هنا؟ كان الجو باردا جدا، والأنفاس تتوقف مع كل حركة. فجأة تغير كل شيء، ووجدا نفسيهما في نفس المكان الذي كانا فيه قبل قليل، وكأن الزمن لم يتحرك. وظهرت كلاب تركض نحوهما، لكن رجلا من أهل المنطقة خرج وضربها بعصا فهربت ولم ينظر إليهما، وكأنه لم يرهما أصلا، وتبعاه بصمت. عادهما الطريق إلى ممر ضيق بين جبلين، ومن بعيد جماعة واقفة على الصخور، وفي الوسط قفص بداخله مخلوق مكبل بالسلاسل. بدأت طبول تدوي، إيقاع يشبه الطقوس والمحاكمات، لكنه ليس من عالم البشر. هذه الأرض ملك لقبيلة من الجن الكافر، والكهف الذي دخلتماه هو سجنهم، وهذه الليلة ليلة محاكمتهم. لو لم يكونوا منشغلين بها لما خرجتما سالمين. أمض صلبا، السلام. عاد سامر إبراهيم سالمين، وأقسما ألا يقتربا مرة أخرى من عالم لا ينتمي للبشر. وما زال صدى الأصوات الغريبة والظلال التي رأوها يلاحقهم في ذاكرتهم إلى الأبد. كلما عاشاه كان أقرب إلى الكابوس من الحقيقة، ومع ذلك بقيا على قيد الحياة. شهد العالم المخفي الذي لا يراه إلا القليل من البشر، عالم مليء بالغموض والأسرار التي لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبها. وكان يعلمان أن هذه الرحلة غيرت حياتهما إلى الأبد، وأنه مهما حاول الإنسان الهروب من الروتين، هناك عوالم أكبر، مضاء ومرعبة تنتظر من يجرؤ على الاكتشاف. وجودكم هنا ليس مجرد أرقام، بل هو دعم حقيقي يدفعنا للاستمرار والبحث والغوص أعمق في القصص الغامضة والتحقيقات التي نخوضها معا. نقدر كل مشاهدة، كل تعليق، وكل مشاكرة داخل العتمة، حيث لا يصل إلا من يملك الفضول والشجاعة لمعرفة الحقيقة من زواياها الخفية. بدعمكم نستمر، وبثقتكم نكمل، ومعا نحاول أن نكشف ما يخفى، ونروي ما لا يقال، ونمنح القصص صوتا لا يختفي في الظلام.